زيارة في أقدم بيت في القاهرة. بدأت زيارتنا من حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز بحي الجمالية، ووصولا إلى بيت السحيمي من ضمن أقدم البيوت في مصر. وبيت السحيمي بدأ تأسيسه على إيد الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي أول من عاش في البيت. والبيت مقسوم لنصين، نص قبلي ونص بحري، والنص القبلي اتنشأ سنة 1648 ميلاديا على إيد الشيخ عبد الوهاب. أما النص البحري اتنشأ على إيد الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1797 ميلادية. والبيت زيه زي البيوت المصرية القديمة بالنكهة الكهروية، وكمان متأثر بتخطيط العمارة العثمانية من الداخل. فالدور الأرضي المخصص للرجالة والضيوف اللي معروف باسم السلاملك داخل 500 سنة تقريبا، يعني بعمر بلاد لسه طالعة أصلا على الساحة. والأدوار العلوية اللي معروفة باسم الحرملك، واتسمى ببيت السحيمي نسبة إلى الشيخ محمد أمين السحيمي من ضمن كبار الشيوخ بجامعة الأزهر. هو آخر من سكن البيت، والبيت حاليا بيستخدم كمتحف لفنون العمارة الإسلامية.